السلام عليكم. بهذا الفيديو يا جماعة راح نحل سؤال الدالة النسبية اللي كان بشتاء 2019. 4 وحدات رياضيات نموذج 481. موضوع عندي الدالة اف للإكس معرفة لكل إكس لا يساوي صفر. الرسم الذي أمامك يصف الرسم البياني لدالة المشتقة اف تاج للإكس المعرفة هي أيضا لكل إكس لا يساوي صفر، والتي تقطع المحور إكس في نقطتين 2 صفر وناقص 2 صفر. ألف، جدد إحداثيات إكس للنقاط القصوى للدالة اف للإكس وحدد نوع هذه النقاط حسب الرسم البياني. طبعا يا جماعة شو العلاقة بين اف تاج واف اكس بالنسبة للنقاط القصوى؟ لما عندي اف للاكس نقطة قصوى بالمشتقة بتكون نقطة صفرية، فأنا وين عندي هون نقاط صفرية بالتنين وبالناقص اثنين. فهي هي النقاط المرشحة تكون نقاط قصوى اف للاكس. كيف بعرف نوع هاي النقاط؟ بطلع حوالين كل نقطة. يعني الناقص اثنين هاي قبل هالمشتقة موجبة، بعد هالمشتقة سالبة. إذا المشتقة موجبة معناته الدالة كانت تصاعدية وبعدها صارت تنازلية، تصاعدية بعدين تنازلية النقطة نقطة ماكسيموم. وهيك كمان بالنسبة للتنين. تعال نرتب الإشي تكتبه بشكل مرتب. ببني زي جدول اللي فيه هاي النقاط بالجدول، زي ما كنا لما نلاقي نقاط قصوى نحدد انها ماكسيموم ولا مينيموم، كنا نحط بالجدول وانت الدالة مش معرفة وانت النقاط وانت المشتقة تساوي صفر. فالدالة مش معرفة بالصفر والمشتقة تساوي صفر بالتنين والناقص اثنين. فنفحص المشتقة بالمجالات هاي قبل الناقص 2 بين الناقص 2 والصفر بين الصفر واثنين وبعد التنين. فالمشتقة قبل الناقص 2 هي هالرسمة، قبل الناقص 2 المشتقة موجبة، بين الناقص 2 والصفر هون المشتقة سالبة، بين الصفر واثنين المشتقة سالبة، بعد التنين المشتقة مالها موجبة. تعال نشوف الدالة. إذا المشتقة موجبة الدالة تصاعدية، مشتقة سالبة تنازلية، مشتقة سالبة تنازلية، مشتقة موجبة تصاعدية. استبعد على النقاط هاي اللي هي مشتقة فيها صفر اللي هي ناقص 2 و2، طلع الناقص 2 هون. الدالة كانت تصاعدية بعدين نزلت معناته هاي النقطة ماكسيموم، بطلع على 2 هون. الدالة كانت نازلة بعدين طلعت معناته هاي النقطة مينيموم. هيك بنكون لقينا إحداثيات إكس للنقاط القصوى. إكس يساوي ناقص 2 ماكسيموم وإكس يساوي 2 مينيموم. هذا قسم ألف. ب، معطى أن اف تاج للإكس ناقص 1 على إكس تربيع زائد A لكل إكس لا يساوي صفر. A هو بارامتر أكبر من صفر بكل جد A. طبعا هون بدي استفيد من المعلومة انه المشتقة بالصفر، المشتقة بالتنين هي المشتقة بالاتنين صفر، فبعوض محل الاكس تنين، بعوض محل الاكس تنين بالمشتقة لازم يطلع صفر. بصير عوض تنين هون ناقص 1 على 2 تربيع زائد A يساوي صفر، ناقص ربع زائد A يساوي صفر، فال A يساوي ربع. هذا بند ب. أجب عن بند جي بالنسبة لإكس أكبر من صفر. الإحداثي هو نقطة النهاية الصغرى للدالة اف لإكس هو 10. نقطة النهاية الصغرى يعني المينيموم، يعني بقول لك في المينيموم الواي 10. المينيموم وين هو اصلا هون؟ المينيموم بالتنين. يعني اذا بتعوض تنين بالداله لازم تعطيني الداله قيمتها 10. طالب مني بجيم واحد الاقي اف للاكس. فاف للاكس طبعا هي انتجرال على المشتقه دي اكس، يعني انتجرال على ناقص 1 على اكس تربيع زائد ربع. هاي الاكس تربيع في المقام بطلعها على البسط تصير اكس الكوب ناقص 2، تصير انتجرال على هاي الداله. طبعا انتجرال على ناقص 1 في اكس الكوب ناقص 2، ناقص 1 بخليه برا، واكس الكوب ناقص 2 بتصير اكس الكوب ناقص 2 زائد 1 على ناقص 2 زائد 1 حسب اي قانون. هذا القانون جماعة انتجرال اكس الكوب ان هو اكس الكوب ان زائد 1 عن زائد 1. وعندي الربع، انتجرال الربع بصير ربع في اكس زائد سي، فبتصير ناقص 1 في اكس الكوب ناقص 1 على ناقص 1 زائد ربع اكس زائد سي. ناقص 1 بروح مع الناقص 1، اكس الكوب ناقص 1 هي 1 على اكس، وهي ربع اكس، وهي زائد سي. هي الدالة. طبعا النهاية للصغرى في اكس يساوي 2 متوقف ل 2 10. عوض 2 بالدالة يصير 1 على 2 زائد ربع في 2 زائد سي يساوي 10، يعني نص، وهي برضه نص زائد سي 10 بيطلع السي 9.
فبالآخر الدالة هي 1 على إكس زائد ربع إكس زائد 9. هاي الدالة يا جماعة أف للإكس. طالب منك بجيم 2 ارسم رسم بيانيا تقريبا للدالة اف للإكس. بعد ما لقينا اف للإكس قاعد نرسمها طبعا، بس لما الإكس أكبر من 0. هاي محاور. طبعا عندي مينيموم ب2 10 هي، وعندي إكس يساوي 0 خط تقارب عمودي للدالة. ليش؟ المقام 0 والبسط لا يساوي 0. فبدي أكملها إنه يطلع خط تقارب عمودي. فهيك هذا خط تقارب عمودي وهاي مينيموم والله طالعة. هاي هي رسمة الدالة لما الإكس أكبر من 0. وهيك بنكون أنهينا السؤال. يعطيكم العافية.